وسع ايدك بس خد الدكتور كده، خد بنقول في يا جدعان صلوا على النبي بس في ايه؟ السلام. هو راجل محترم، راجل محترم، ولا من دينا ولا من دينك يا عم انا داخل بقول لكم صلوا على النبي ولا من ديني ولا من دينك ايه يا عم؟ يعني ولا تعرفني ولا تعرفه يا ابني ما انت تعرفني عشان كده ناديتني. ايوه نسيبي بس. ايوه صح. دلوقتي يا جدعان صلوا على النبي. ما تقول يا دوكش في ايه؟ احنا وصلنا نصلي على النبي. ايوه يا حبيبي صلي على النبي بقى. على افضل الصلاه والسلام. الراجل ده مش عايز يدفع، مش دافع. ايوه ثواني يا باشا نفهم بقى النقطه دي، يدفع ايه؟ انا عامل كارتة دكتور ابراهيم على اول الشارع. كارتة؟ ماشي. ايه الكارتة دي بقى؟ كارتة الدخول ب 10 جنيه. الراجل مش عايز يدفع يا استاذ محترم. انت ايه داخل بعربيه يعني؟ عربيتي ايه يا عم؟ واقف على رجليا اهو، وبعدين انا كل يوم باجي الشغل هدفع كل يوم 20 جنيه. انا باخد كام 20 جنيه في الشغل بتاعي؟ بشتغل على النت يا عم. اشتغل على النت اشتغل على النت ازاي يا جدعان؟ انا سباك ما تقول له حاجه يعني. ايوه ما سباك يا دوكش، هيشتغل ازاي على النت؟ يا عم صلح بتاع المموله، الاعلانات المموله مغرقه في فيس. اعلانات مموله؟ يصلح ازاي الاعلانات المموله؟ صلح. ما جاتش معاك الاعلانات المموله اشتغل على العلامات المائيه. علامات المائيه؟ دكتور ابراهيم من علامات المائيه وحشه. لا حلوه ما هو الراجل بيتكلم كلام منطقي برضه. انتوا مجانين بقى. لا مش مجانين. ايه صاحبي بص اسمع بس من غير غلط، عشان برضه ما تقولش انا بتكلم كلام في الغلط. راجل محترم ونسيبي واخويا حبيبي يا دوكش، تسلم يا حبيبي الله يخليك. زيه وزيك هيدفع الكارتات يا دكتور ابراهيم 20 جنيه. 20 جنيه بتاعت ايه يا دوكش؟ عشان انت نسيبي لازم تدفع 10 زياده. ايه ده ضريبه نسايبه يعني ولا ايه؟ ضريبه نسايبه يعني ايه مش ايه اللي هات 20 جنيه فهتدفع يا عم؟ انا مالي انتوا بتتخانقوا مع بعض على كارته وهو دكتور ابراهيم 10 جنيه بنقول لك. ما هو هيعدي على اول الشارع، انا ما عدتش. انت كنت بتفكر تعدي. لا انا واقف هنا مستني واحد بتاع دش هيجي بس يصلح لي الدش بتاع البيت. دش ليه كده يا دوكش في ايه؟ ازاي اخش الشارع بدون اذني؟ الدش عندي بايظ. طيب ما انا كلمت واحد بتاع دش يجي يصلحه. ليه بتاع دش يخش الشارع عندنا؟ طب امال ادخل بتاع ايه طيب؟ مين اصلا بيتفرج على دش اليومين دول؟ يا عم اختي دوشه دماغي عشان عايزه تتابع المسلسل بتاعه والدش بايظ. يا دوكش في ايه؟ محلل جايبين محلل من ورا مني. محلل ايه يا ابني؟ اختي عايزه تتفرج على المسلسل. طب ما انت ما تجيب لها هيدرا. انت على اخر الزمن هجيب لاختي مخدرات يا دوكش؟ يا عم لا ده تطبيق. ما انت عارفني يا دوكش بنام بدري، انت بتتكلم في تطبيق برضه وسهر يا جدع لا ده اللي هو بينزل على ابلكيشن. ايوه هو يا جدع انت عرفت الابلكيشنات؟ يا جدع ام حلي عرفتني الدنيا. يعني هيدرا ده ابلكيشن جامد البتاع ده ايه ده؟ الساعه بتاعك كده بينزل على التليفون، او خلي بالك برضك عشان لو عوزته او الايباد التلفزيون الهامر اللي هو الكبير قوي ايوه ده بقى صاحبي بيعمل ايه؟ تدفع له اشتراك بسيط قوي ينزل لك مسلسلات مصارعه كوره عشان الناس اللي مضروبه بالكوره كل حاجه. يا جدع انت وغلاوه امي في كرتون عشان تحل ان شاء الله اما يجي فاهمني ان شاء الله برضك ايه تشترك انت كمان عشان نحل. ده حلو ده. انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه هيدرا. يا عم دلوقتي انا مش فاهم، انا بخلينا بالله عليك في اللي احنا نعرفه. انا هروح اكلم الراجل بتاع الدش تمام يصلح الدش وخلاص. ممكن المسلسل ما يبقاش موجود بعد كل ده. عيب عليك يا دكتور بس لو ما فيش اي حاجه ناقصاك وده من رابع المستحيلات انه يحصل هتكلم خدمه العملاء هتقول لهم انا لا هقول لهم ايه؟ ما تقول. هتقول لهم انا جاي من طرف الدكش ناقصني 1 2 3 خالصه خالص. انا اكلم الراجل بتاع الدش اقول له ما يجيش يعني الدش؟ يا جدع كلم يا باشا الدش قول له يجيب البنج ويجي. ليه ايه؟ كلم الدش يقول له يجيب البنج ويجي عشان الراجل ده بيسقط منه هتحصل قفله دلوقتي. انت بتضحك؟